عليكم ورحمة الله وبركاته أبطالنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. طبعا صديقي انت دلوقتي قاعد تفكر عملت ايه في الفقه وعملت ايه في البحثة، ولكن احب اقول لك اركنهم لي على جنب عشان اللي جاي حوار تاني خالص، الا هو الحديث والصرف. واحب انوه عن حاجة قبل ما نبدأ الفيديو، الا وان في مفاجأة في اخر الفيديو كالعادة، كل فيديو فيه مفاجأة، ولكن المفاجأة المرة دي كبيرة كبيرة كبيرة، وانتظرها وكمل الفيديو النهاية. بس قبل ما نبدأ لايك للفيديو عشان يوصل لبقية زمايلك وتساعدنا تكون مشارك معانا في الأجر، اشتراك في القناة عشان ميفوتكش أي حاجة ننزلها، وشيروا كل أصحابك وعرفهم أن ميدو لديكم لا خوف عليكم. ويلا نبدأ في أول حاجة، ألا وهي مادة الصرف، مادة البعبع التي يخاف منها معظم طلبة الثانوية الأزهرية، ولكن أحب أقول لك ما تخافش، هلخصها لك وهجيب لك الزتونة والبرشامة في هذا الفيديو. عشان تقفل صرف وتخش الامتحان 5 دقايق تخلص تطلع تشوف اللي بعده، عندك 3 حاجات. اول حاجه الفيديوهات، تاني حاجه تحل السنوات السابقه، تالت حاجه البرشامه اللي هتلاقينا حاطينها لك في كل فيديو عشان نلم عليك ونختصر عليك الدنيا، وما تقعدش حايس ليله الامتحان في الكتاب ماسكه عمال تفر من اول ورقه لاخر ورقه. وليه؟ بقول لك خد ورقه واحده ذاكرها لي وان طلع منها امتحان تعالى احسبني، ان طلع منها امتحان تعالى احسبني. والورقه هذه تختلف عن الفقه. الناس اللي طلبوا الفقه طبعا معظمهم قفل او نقص درجه بالكتير جدا، ولكن هذه تختلف لان دي فيها الشرح التفصيلي وبخط واضح وخط كبير، والتصميم ما اقولكش عليه، هسيبك تكتشف وانت براحتك. كلمهم دلوقتي على الرقم اللي هيظهر قدامك وقول لهم عايز برشامه الصرف، هتلاقيها بسعر رمز جدا، وقول لهم ميدو لديكم لا خوف عليكم، هيعملوا لك خصم محترم جدا وهيكون معاك احلى واجب. نيجي بقى الفيديوهات، عندك 3 فيديوهات مفيش واحد اهم من التاني. رقم 1 مراجعه مستر احمد مفيد، دي مراجعة لكل طالب مسموج يريد أن يبصمج، ينزل تحت في التعليقات يثبت حضوره ويلف جنب أصحابه ويصف كده كلهم بصموجين كبار ويروح يسمع الفيديو ده. الفيديو ده يا صديقي هتلاقيه لامم لك الصرف كله كشرح تفصيل منهج علمي، مش عارف منهج علمي نزل ولا لسه، ولكن منهج علمي كامل مكمل هتلاقيه على القناة بتاعت مستر أحمد. رقم 2 فيديو مستر ابراهيم طناني، واللي هتلاقيه مجمع المنهج كله شرح وهتلاقي فيه جزء حل في الاخر. رقم 3 وهو الفيديو الاكثر تفصيليا هو فيديو مستر سعيد الفقي، الذي لاقى ترحيب من معظم طلبة الازهر، وحقيقي انا ممكن اسمع من فيديوهات 3 عادي عشان لو سالتني يعني هتسمع عن واحد ابو حميد. نيجي لتاني حاجه وهي ماده الحديث. الحديث دوت ماده كده جميله، ماده، وطبعا حابب بس انوه على حاجه، لو اتزنقت في ما يشبه الحديث طبعا حرص النبي على تعليم امتي، حرص النبي على تعليم امتي، ولو بتعمل كده انزل تكتبها تحت في التعليقات. تمام يا صديقي؟ عندها في الحديث 3 حاجات برضو هم نفس الحوار. اول حاجه تسمع الفيديوهات، تاني حاجه السنوات السابقه، تالت حاجه البرشامه، واللي هتلاقيهم مجمعين لك الحديث بالكامل بسلطات وبابا غنوجه في ورقتين 2 بس، ان شاء الله ذاكرهم لن يخرج عنهم اي سؤال. لو جاب سؤال من المريخ او من زحل تعالى احسبني. تمام؟ يبقى معانا الحديث 3 حاجات، السنوات السابقه والبرشامه، والفيديوهين اللي هقول لك عليهم دلوقتي وهم خلاصه الخلاصه. اول حاجه مراجعه مستر سالم المنسي، هتلاقيها مفصله لك الاحكام كده، وهتلاقيها يعني ظابطه لك الدنيا بشكل مش هنقول تفصيلي ومش هنقول ملخص. تمام؟ نيجي بقى للمراجعه الاهم، الا وهي مراجعه البصمجيه كلهم التي ينتظرها كل طالب بصموج على مستوى الجمهوريه، الا وهي مراجعه مستر عبد الوهاب حجازي. المراجعه بيكون عليها عدد مشاهدات كتير جدا ما شاء الله يعني، وده دليل على ان المراجعه ديت في الجون في الجون في الجون 30 مره. لو سمعت فيديوهات حليت سنوات سابقه انت كده 70%، سمعت فيديوهات حليت سنوات سابقه خدت البرشامه، اضمن لك التقفيل وال 20 درجه في جيبك يا سيدنا. وبس كده، قبل ما اقفل الفيديو لايك الفيديو، شير لكل اصحابك، وانزل تحت فعل هاشتاج كافيه الثانويه الازهريه. اللي هيفعل الهاشتاج ده رجاله اكتر تعليق هيكون عليه كومنتات له ملزمه الاثنين مجانا. والمفاجاه الكبرى للكل ينتظرها ومكمل الفيديو عشانها، الفيديو ده لو جاب 5000 لايك اعتبر ملزمه من الاثنين في جيبك بدون اي مقابل يا سيدنا، ده نظرا لتعبكم معانا والله. وانا يعني لو قلت لك بقالي 3 ايام ما نمتش مش هتصدقني، ولكن هو ده اللي حصل، وننتظر منكم كل الدعم. بس كده يا صديقي، فعل هاشتاج كافيه الثانويه الازهريه، وسلام.